النهارده ممشى اهل مصر، ومشيت شويه حلوين عشان اوصل. الحمد لله اللي ربنا الهمني اني اخد معايا ميه قبل ما انزل. بصوا المكان تحفه ازاي بالنهار. اولا الصور تحفه جدا، وبعدين بصوا المكان كيوت، واحلى حاجه فيه انه ما فيهوش ناس كتير الزحمه، فالواحد يبقى براحته على الاخر. فالموضوع بجد تحفه موت يعني. بس قلت اصور لكم المكان من بره وشوفوا. بصوا شكل النيل وهو عشان الامواج وكده، يعني شكل الامواج رهيب يا جماعه، رهيب. فيلا بينا ندخل جوه. بصوا المكان عامل ازاي. هو بالليل طبعا جميل وانوار وكل حاجه، بس برده مش زي جمال نور الشمس في التصوير. بعدين احلى حاجه بقى فيه ان هو هادي، ما فيهوش ناس كتير، ما فيهوش زحمه، ما فيهوش دوشه قوي يعني. هروح بقى دلوقتي اتفرج على المطاعم والكافيهات، وحلو قوي المكان ده الواحد يجي يشتغل فيه بالنهار بس طبعا، عشان بالليل بيبقى دوشه قوي. بس بجد تحفه. بص انا عايزه اوريكم حاجه بجد. شايفين مساكه الاحلام دي؟ حلوه دي، العين دي قمر قوي. اوكي العين دي خليني بس، انا عايزه اقول لكم قصه مساكه الاحلام دي. وانا صغيره زمان كنت في دماغي اعمل مشروع مساكه الاحلام، جه لي فتره كان منتشر قوي يعني، فكنت عايزه اعمل مساكه الاحلام دي. فعملتها بالصوف وجبت كرتون وفرغته وعملت حاجات بشعه يعني. وانا كنت شايفاها حلوه، كل واحد بيعمل حاجه بنفسه بيبقى شايفها حلو. انا كنت شايفاها حلو بس هي كانت مش حلوه خالص يا جماعه. لا، والثقه بتاعتي بقى ان انا نزلت بيها، رحت محل وقلت للمحل بص انا بعمل مساكات احلام، وبص كده والدريم كاتشرز وما اعرفش ايه، وبص عليها وبتاع. والراجل بص لها كده مسكها ورماها، اللي هو انت بجد متيقنه ان الحاجات دي ممكن تتباع؟ بس انا كنت عندي ثقه في نفسي رهيبه ساعتها وقتها، اللي هو والله تتباع عادي. قال لي بصي انت روحي انزلي محطه حلمية الزيتون تلاقي في محل كده في حته معينه، مش عارفه كان ده من 6 سنين ولا حاجه، روحي بعين هناك هتلاقي في كذا حد هناك ممكن ياخدوهم مني. عايز اقول لكم والله ده كان موقف رهيب. المهم ان انا كان عندي ثقه ان هي تتباع. مش عارفه دلوقتي ازاي كنت عملت حاجه زي كده، بجد موقف كوميدي جدا. بس انا كان ساعتها عندي طموح بقى، عارفين طموح اللي لسه متخرجين، طموح الشباب، كان لسه عندي بزياده يعني. جماعه عايز اقول لكم لقيت الكافيه دون، ومش عارفه ايه اللي ما خلانيش اقعد فيه، بس هو الفيو بتاعه حلو قوي، وبصوا الديكوريشن بتاعه كمان مريح يعني. بس انا قلت لنفسي، فاكره انا ساعتها ان انا قلت طب اتمشى قدام شويه يمكن الاقي مكان الطف. كنت عايزه اشرب حاجه عايزه اشوف مكان يكون فاضي اقعد بقى فيه براحتي. بجد حلو قوي ان الواحد يجي يشتغل هنا الصبح، يخلص الحاجات بتاعته اللي مش بيبقى عايز يعملها في البيت. انا بشتغل من البيت وبجد جالي اكتئاب. الدنيا جميله والشغل حلو وكل حاجه، بس عارفين انت لما تعملوا حاجه نفس الحاجه كل يوم كل يوم كل يوم لساعات بجد تزهقوا منها. فانا حاسه ان انا زهقت قوي من الموضوع ده. فحلو قوي ان اصحى الصبح بدري، اجي اقعد هنا اخد كافي بتاعتي في روقان وفي هدوء، واقعد اخلص الحاجات الممله اللي انا ما بحبش اعملها في البيت، وبعد كده اروح. تبقى لطيفه قوي. بحاول دلوقتي الاقي مكان اقعد فيه يكون حلو وفي نفس الوقت اشرب حاجه. بس لقيت مكان لطيف قوي وما فيهوش زحمه كتير وكل حاجه، بس هي البنوته اللي واقفه قالت لي احنا مطعم مش كافيه، فطبعا انا عايزه اشرب حاجه بس مش عايزه اكل. فقلت لها اعدي عليكي بقى وقت الغدا. ففي مرحله البحث ان احنا نلاقي كافيه حلو واسعار لطيفه في نفس الوقت يبقى ما فيهوش ناس كتير يعني، عشان ابقى براحتي على الاخر. سمك كتير قوي الحته دي، هي سمك كتير قوي. فانا بحاول واقفه فمتابعه السمك. السمكه من دول بتجري كده يعني، مش بتعمل كده، لا بتجري بتشد مش عارفه ليه بتمشي وتقف وبعدين تمشي وتقف، فاهمين؟ كانها بتحاول تتحرك بس بتعلق، فاهمين قصدي؟ مش عارفه ليه السمك بيتحرك بالطريقه دي، بس هو ملفت يعني، شكله كيوت قوي. انا النهارده قررت ان انا هفطر بره. وانا كنت بسكرول امبارح كده قبل ما انام امبارح اصلا متاخر جدا، بس وانا بسكرول كده امبارح قبل ما انام لقيت ان ممشى اهل مصر بيبقى حلو قوي بالنهار، بلس ان الصور والفيديو بتبقى جميله قوي بالنهار. فقلت خلاص هروح ممشى اهل مصر، بما ان هو بما ان هو اقرب مكان يعني، سهل قوي ان انا من بيتي اروح له. اوكي يا جماعه بصوا بقى، فالفيو بجد شكله قمر قوي، حبيت يعني. فقلت خلاص طلبت دلوقتي البريكفاست او الفطار، هفطر دلوقتي وبعد كده هشرب حاجه سخنه يعني. ممكن قدامي بتاع نص ساعه مثلا، وبعد كده ابدا اتحرك اتمشى على الفيو كله او الممشى ده كله. فمتحمسه قوي لفكره ان الواحد ممكن يفطر بره ويجرب فطار بره دي. يا جماعه اكلت الحمد لله، الاكل كان طعمه لطيف قوي. دلوقتي هطلب بقى الكابتشينو، او طلبته خلاص، بس بصوا لقيت بقى السكر ده مش واخده بالي منه فانا هحط منه دلوقتي واحد تاني في كوبايه واشربه. ناخد بقى المعلقه دي ونقوم مقلبين بيها كل السكر ده. خلصت
الاكل كان حلو، كنتش عايزه اكل بصراحه، بس الاكل كان حلو قوي. وبعدين قلت بقى ايه كريمه خلاص بما انك نزلتي افطري بره، يعني خلي بقى اليوم كله حاجات كده غير متوقعه. الموضوع لطيف قوي يا جماعه، حاسه انا مبسوطه. وطلبت وايت موكا تحفه. انا ما بشربش عامه اي حاجه من بره، مش كتير بعمل الحركه دي، بس الوايت موكا بجد كان طعمها خرافه يعني، حلوه قوي. وخلاص انا كده خلصت اليوم، بصراحه مبسوطه قوي، وحلو ان انا خدت خطوه اني اخرج من البيت اعمل حاجه مختلفه. انا لازم امشي دلوقتي واروح عشان انا عندي شغل الساعه 3 والساعه دلوقتي يعني 1:25 1:30، فانا لازم امشي. بس والله انا عليا ممكن اقضي اليوم كله هنا عادي، تتمشى، الواحد يتمشى يعمل حاجه جديده، يتغدى هنا. بعدين الموضوع ده هيبقى حلو قوي لو فكرت اجيب جولي معايا. يا رب افتكر يا جماعه وانا خارجه، لو كده ممكن اسال الامن، لو كده اجيب جولي. دي جولي هتنبسط قوي هنا، ف لو كده ممكن اجيبها.